حياكم الله اخوان بمهمة جديدة من مهمات حيدر الحمداني. شفتوا يوم امس حادثة المقيم الاماراتي بمنفذ عرعر وشلون بهذلوا احواله هو وعائلته لان ما انطاهم رشوة. فضحنا وشريناهم على الحبل ولله الحمد الاستجابة جاءت سريعة. ابشركم من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، تمثلت بإعفاء مدير منفذ عرعر وتشكيل لجان تحقيقية بكل الموظفين اللي كانوا متواجدين في ذلك اليوم. للمزيد من المعلومات اخوان راح ينضم وياي الاستاذ علاء الدين المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية في العراق حتى يطلعنا اكثر عن هذه الاجراءات اللي اتخذتها هيئة المنافذ بتوجيه من رئيس الوزراء. استاذ علاء السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، حياك الله. الله يحفظك. استاذ علاء باختصار ان امكن، ما هي الاجراءات اللي اتخذت بعد حادثة منفذ عرعر يوم امس؟ اولا احييك واثمن دورك على نقل شكاوى المواطنين وطرحها بشكل حضاري ومهني خدمة للصالح العام. الله يحفظك. وبنفس الوقت أؤكد لجنابك الكريم أستاذ حيدر أن كل ما يتم طرحه عبر موقعكم هو محل اهتمام ومتابعة من أجل الوصول إلى حقيقة الشكاوى ومعالجتها فورا. بما يخص المواطن العراقي المقيم في الإمارات الذي تعرض للابتزاز المالي في منفذ عرعر الحدودي، أود أن أوضح لجنابك أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني تؤكد دائما على تقديم أفضل الخدمات للوافدين من العرب والأجانب. ومن جهة أخرى هنالك رقم للشكاوي موجود بكل منافذنا بالإمكان. مغلقة يقول لك، مغلقة أستاذ علاء، مغلقة. والله تشتغل يا أستاذ حيدر، بالإمكان أن يقدم شكوى. على العموم حتى أختصر لك الواقع، حقيقة هذا الأمر وهذا الموضوع كان متابع من يوم أمس من قبل مراجعنا وهيئة المنافذ الحدودية. على ضوء ذلك تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية. أولها إعفاء مدير منفذ عرعر الحدودي من منصبه وتشكيل مجلس تحقيقي على المنفذ. ثانيا تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة عالية المستوى مع الجهات المعنية للتحقيق بهذه الواقعة والخروج بنتائج تحقيقية واضحة ودقيقة وشفافة. هو السؤال هنا، الموظفين اللي حاليا موجودين بمنفذ عرعر هم صخرة لو موظفين يستلمون رواتب من الدولة؟ لأن هم يقول لك كاتلين روحتهم حسب هذا المقيم العراقي على 2000 و5000 و10000، هم يشتغلون مجانا لو اكو رواتب لهم. أكيد هذول موظفين ولهم رواتب بكل منفذ استاذ حيدر. هنالك اكثر من 15 دائره عامله. زين. ليس هيئه المنافذ الحدوديه وحدها تعمل في المنفذ. هذه الدوائر هي الجوازات والجمارك والنقل وباقي الدوائر الصحيه. هنالك 18 دائره عامله. ما اكيد هنالك يكون تصرف فردي، لكن لا يحسب على مجمل هذه الدوائر. سؤال اخير واريد اجابه باختصار من عندك، الله يحفظك. نعم. اذا ثبتت فعلا انه ذول الموظفين يتعاطون الرشوه، شنو الاجراءات اللي ممكن تصير بحقهم؟ اوعدك اللجنه التحقيقيه سوف تجري تحقيقات معمقه وسوف يحالون للقضاء، لان كل منفذ هو واجهه بلد، وهذه الواجهة يجب أن نحافظ عليها ونبرز العراق بالصورة الأبهى أمام كل الوافدين من العرب والأجانب. وهذا وعد مني أنه سيتم اتخاذ إجراءات القانونية ويحالون للقضاء فورا. أنا جدا ممنون منك أستاذ علاء، شكرا جزيلا وأخذنا من وقتك. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. ممنون أستاذ، ممنون الله يحفظك. شفت إخوان، الإعلام من يكون حيادي ومهني هذه نتائجه. اما الاعلام اللي يطلع لي هذا نام يذيك وشنو البوسه اللي تردينها وخصرك ونحتك وشنو فارس احلامك، هذا حشد سامع وجت وردت. فيا اخوان ارجوكم واجدد الدعوه لكم، ادعموا المحتويات التي تقدم مصلحة عامة، وبدليل ما حصل بمناشدتنا لمنفذ عرعر وغيره من المنافذ. ادعموا هذا المحتوى لكي يصل إلى الجهات المعنية
أرجوكم، وأجدد الدعوة إلى الأخوة كافة بهيئة المنافذ. أنتم تمثلون واجهة بلد خايب، مستقبلك راح ينتهي على 5000 أو 2000 دينار من طمام عار اللي يطمك. اي والله، خزيت نفسك وراح تخزي عائلتك على 2000 دينار. فشكرنا وتقديرنا أولا للمواطن اللي ما سكت عن حقه وطلع وكشف وفضح، وثانيا إلى السيد رئيس الوزراء لمتابعته الشخصية لهذا الموضوع، وللأخوة بهيئة المنافذ ما قصرتوا ومستمرين إن شاء الله بكشف ملفاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.